الله لا يتخلى عن أحد، مستحيل ربنا يسيبك ويضيعك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير وبأحسن حال. اهلا بيكم في فيديو جديد ويوم جديد، ويا رب تبقى ايامكم كلها سعادة وفرحة كده. عايزة اشكركم على كل كلامكم الحلو اللي بتكتبوه لي. تاني حاجة عايزة افكركم تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان اي حاجة انزلها يجيلكم بيها اشعار. تعالوا بقى كده شاركوني يومي وشوفوا انا عملت ايه. اول حاجة انا صحيت من النوم، فطرت، وبعدين كنت محتاجة اشرب كده كوباية قهوة، يعني مش فنجان صغير، لا كوباية قهوة كده حلوة. بحيث ان انا كنت حاسه بخمول، حاسه ان انا يعني مش قادره اعمل حاجه. فقلت لا، اشرب كده كوبايه قهوه تفوقني وانطلق بقى. يلا بقى كده، اللي وراها اي حاجه تقوم تخلصها معايا وهي بتسمعني. بصوا، انا اليوم ده كنت هعمل الشقه كلها بالمكنسه، وبعدين هخش اعمل الغدا. كنت يعني هطبخ اليوم ده. انا اليوم اللي بيكون عندي اكل بايت مثلا، بشتغل في البيت اكتر من كده. لو هعمل اكل يعني لسه هقف في المطبخ وكده، فما بعملش شغل كتير في البيت. يعني انا بوازنها، يا اقف في المطبخ كتير يعمل شغل في البيت كتير. ما بعملش الاتنين صراحه عشان ما اجيش على صحتي واتعب. لا يعني عادي، الدنيا مش هتطير. كل حاجه بتتعمل سهله. بصوا لو لاحظتوا كده ان تحسوا ان انا بعمل بالمكنسه كده بصعوبه شويه، ده بسبب ان المكنسه كده من تحت بيكون فيها عجلتين، عجله منهم اتكسرت، فهي ماشيه كده بعجله واحده. وكمان السجاده دي تحسوا ان الورد فيها ده مجسم، يعني في طالع ونازل كده وفي حتت داخله لجوه. فبصراحه عذبتني جدا عقبال ما عملتها. واي سجاده في البيت فيها حاجات كده مجسمه او الورد فيها مجسم، تعبتني جدا. فهبقى اصلحها بقى كده ان شاء الله. انا طبعا مش هكمل معاكم الشقه كلها في الفيديو هنا عشان ما اطولش عليكم. انا بس قلت اديكم كده نبذه مختصره على الحاجات اللي انا عملتها في البيت، وبرضه اشجعكم كده ان انتي ما تقعديش في اليوم قاعده كده تحت البطانيه ومكسله. لا، قومي اشتغلي في اي حاجه. احنا عارفين شغل البيت مش بيخلص، بس احنا لو عملنا كل يوم حاجه هتلاقي الدنيا خفت شويه عليكي. يعني انتي مثلا لو في يوم كنست الشقه كلها هتقعد يومين معاكي، يومين ثلاثه الشقه نظيفه. خلصت انا بقى الشقه مع نفسي ودخلت عشان اعمل الغدا. اليوم ده كنت هعمل طبيخ فيه اللي هو خضار، وانا بحب جدا الخضار اعمله بحيث انه يكفي يومين. يعني يعتبر دي الاكله الوحيده اللي بتقعد يومين. بس الرز ممكن اعمل رز على قد الاكله بس، وتاني يوم اجدد رز بحيث انه يبقى طازه، لان الرز لما بيكون بايت بيبقى مش حلو زي الطازه. اول حاجه بقى فرمت البصل كده معاكم. وكنت جبت اليوم ده كوسه، بجد كانت عجباني جدا ما شاء الله. كانت عند الراجل طازه، فعجبتني شكلها ولونها شدني قوي. فحبيت ان انا اجيب منها واعمل طبيخ كوسه. عايزه اقول لكل الناس اللي ما بتحبش الكوسه، بجد الكوسه حلوه جدا. انا ما كنتش باكل الكوسه نهائي، ولا في الطبيخ ولا في المحشي ولا في اي حاجه خالص نهائي، ما كنتش بدوقها. لحد من سنتين بس حسيت ان انا بدات احبها، معرفش كده لوحدي فجاه حسيت ان انا عايزه اكلها، حبيتها قوي. بقيت اعملها في الطبيخ، بقيت اعملها في المحشي، بجد تحفه. فكل اللي مش بيحبوا الكوسه جربوا تاكلوها هتحبوها. طبعا هقطع بقى حته اللي من فوق وحته اللي من تحت، وهجيب كده السكينه مشرشره هديها شكل بسيط كده من بره. بس مش هقشر طبعا القشره كلها اللي بره، لان بيكون فيها فايده ما شاء الله كتيره جدا. والكوسه من الخضار اللي بجد مليان فوائد، ومفيد جدا جدا للقلب. بجد تحفه. اي خضار اصلا مفيد، يعني كل خضار فيه فايده معينه، بس الكوسه تحفه بجد ما شاء الله. انا كمان لما قريت عن فايدتها حبيتها اكتر. فبصوا زي ما انتم شايفين كده، قشرتها حاجه بسيطه خالص، وهقطعها وبعدين هحطها في البصل تاخد تشويحه. انا اي خضار عامه لما اجي اعمل طبيخ اي حاجه، مش بحط البصل وبعدين الطماطم وبعدين احط الخضار بتاعي. لا، انا بحب ادي الخضار تشويحه مع البصل وبعدين احط الطماطم. اتعودت على كده حتى في البقوليات برضو، فاصوليا، لوبيا، اي حاجه بديها تشويحه الاول مع البصل وبعدين احط الطماطم. بحس ان كده طعمه بيبقى احلى ان الخضار يتشوح شويه. بس كل واحد طبعا ليه طريقته في الاكل وليه مفضلاته في الاكل. انا عن نفسي يعني مثلا لو انا ماشيه على طريقه معينه بعمل بيها، وشفت طريقه تانية او سمعت عن طريقه تانية حسيت انها ممكن تبقى احلى او تضيف لي شويه، بجربها. لقيتها تمام ضافت لي، حسيت ان في تغيير، بعتمدها معايا. لقيت ان هي لا عادي ما فرقتش، فخلاص بسيبها. المهم ان انا بجرب عادي. حطيت بقى الطماطم على الكوسه وسبتها كده تغلي شويه مع نفسها، وهنا كان الرز قرب يستوي اهو، بيتشرب. بصوا الغليان ده. بعد كده هوطي النار شويه عليها واغطيها واسيبها تستوي على نار هاديه. اي حاجه بتستوي على نار هاديه بتبقى طعمها تحفه ومسكره قوي. وعلى فكره كمان اديت لها رشه سكر برضو عشان ايه ما تعملش حموضه. وعملت جنبهم شوربة لسان عصفور بس ما صورتهاش. بصوا منظر بقى الكوسة وشكلها كده لما استوت في الاخر ما شاء الله كانت تحفة. وصلصتها كانت رهيبة بجد، كانت تحفة جدا ما شاء الله. نسيت خالص بقى ان انا اصور كده الاكل لما حطيته في الاطباق وحطيته في الصينيه. بس والله كان جميل وكان طعمه تحفه جدا ما شاء الله.
بس كده الفيديو بتاعي خلص، يا رب يكون عجبكم واتبسطتوا معايا النهارده، ما كنتش تقلت عليكم. بحب كده اعمل فيديوهات قصيره بحيث ان انتوا ما تزهقوش. استنوني بقى الفيديو الجاي، ما تنسوش اللايك واشتراك في القناه، وتعالي حلو زيكم. مع الف سلامه حبايب قلبي، في حفظ الله.